أنا اسمي ندى، عندي 24 سنة. عمري ما كنت مؤمنة بالحاجات الخارقة، ولا عمري صدقت أي قصة عن لعنة أو أشباح، لحد ما استلمت الورث بتاع جدي. جدي كان رسام قديم، عاش حياته كلها في شقته القديمة اللي في شارع محمد عبده. شقة واسعة بس فيها ريحة كأن الزمن وقف فيها من سنين. لما مات كنت أنا الوريثة الوحيدة، بس ما ورثتش فلوس ولا دهب ولا حتى شقة. ورثت لوحة مرسومة بإتقان، فيها راجل كبير في السن واقف وسط جنينة مهجورة، لابس بدلة قديمة وباصص ناحية المشاهد كأنه بيبص عليك انت شخصيا. جنب اللوحة كان في ظرف صغير مكتوب عليه اسمي. فتحت الظرف ولقيت ورقة مكتوبة بخط ايد جدي: ندى، اللوحة دي مش مجرد لوحة، علقيها في أوضة فاضية وما تسيبيهاش في الضلمة، أرجوكي ما تكسريش القاعدة. استغربت بس افتكرت ان جدي كان غريب الأطوار. رجعت الشقة وعلقت اللوحة في أوضتي على الحيطة اللي قدام السرير، ونورت نور خفيف زي ما قال. ضحكت على نفسي وانا بقول ايه اللي ممكن يحصل يعني. أول ليلة صحيت الساعة 3 الفجر على صوت خفيف، صوت خروشة في ورق أو حاجة بتتحرك. قمت أبص حواليا، مفيش حاجة، بس لما عيني وقعت على اللوحة حسيت إن نظرة الراجل اختلفت. كانت باصة لتحت شوية كأنه عينه بتتابعني. قلت يمكن أنا بتخيل، وقلت لنفسي اهدي. بس اللي حصل تاني يوم خلاني أشك في عقلي. صحيت ولقيت اللوحة واقعة من على الحيطة، بس ما وقعتش على ظهرها، لأ، كانت واقعة. وكان الراجل بيبص عليا وبيضحك. ملامحه كلها اتغيرت، ابتسامة صغيرة مرسومة ونظرة غريبة في عينه، نظرة مش إنسانية، نظرة حد عارف إن كل حاجة عنك أو حاجات انتي ما تعرفهاش عنك. جريت على الصورة وقلبي بيدق، وفعلا لقيت حاجة مكتوبة بخط صغير جدا في الركن: شكرا إنك رجعتيلي النور. بدأت أشك، في صوت بيهمس اسمي وأنا نايمة. الأنوار بتطفى لوحدها، وكل يوم شكل الراجل في اللوحة بيتغير. ايده اتمدت ليا، بعدين ظهر خلفية جديدة وراه، زي باب بيتفتح في ضلمة. في ليلة سمعت صوت خطوات جاية من الصالة. قمت أفتح الباب، لقيت اللوحة مش في مكانها، كانت مرمية على الأرض. وظهر ورا الراجل اللي في الصورة شخص تاني، واحد أصغر، باين عليه الخوف. ولقيت جملة مكتوبة في اللوحة بخط باين: طلعيني قبل ما هو يخرج. أنا مش عارفة أعمل إيه. رميت اللوحة وكسرتها، بس تاني يوم الصبح لقيتها متعلقة تاني على الحيطة وما فيهاش أي كسر. والراجل بقى قاعد، مش واقف زي الأول. قلبت وشه، ما بقاش باصص عليا، باصص للباب. النهاردة وانا بسجل الكلام ده اللوحة وقعت تاني، بس المرة دي مش فاضية. في ظرف صغير مرزوق وراها، في ورقة مكتوبة فيها: انتي بفتحتي البوابة، استعدي الساعة 3 الليلة، هنبدأ من عندك.